نستقدر رايك. معنا اتصال ابو عبد الوهاب، حياك الله ابو عبد الوهاب. الله يحييك. يا هلا ومرحبا فيك. طال الله يعطيك العافيه. الله يحفظك. برنامج ومرحبا فيك انت وضيفك. حياك. بس انا حبيت يعني حزت بخاطري كلمه قالها الاخ المحترم ان كان واحد من قبيله مطير مع الحق اللي هو علي بن ابي طالب على الباطل اللي هو معاويه بن ابي سفيان، وهذا ما ينقال عن خليفه من خلفاء المسلمين. نعم. صح يا لا عفوا، ممكن تسمعني يا اخي؟ انت قلت مع الباطل، انت مع الباطل، معاويه بن ابي سفيان مو مع الباطل. هذا يا استاذ ممكن لحظه يا اخي الدكتور، ممكن لحظه ارد عليك؟ انا احترمك واغدرك واجلك، بس احترامي لك ما يكون على حساب واحد من ائمه المسلمين. طيب ممكن ابو عبد الوهاب استمع لي يا ابو عبد الوهاب. ابو عبد الوهاب اطلب، خلينا ننتظر. ابو عبد الوهاب انتظر يا اخي، لو سمحت ابو عبد الوهاب لو سمحت انت. انا والله العظيم راح اخليك لو للساعه واحده، بس لحظه. انت بالنسبه انت داق عشان توضح امر مهم. اخذ رايه ومن ثم علق على رايه. خليك اسمع كلامي. طيب خليك وياه. تفضل يا استاذ. ممكن تسمع كلامي؟ ايه ممكن تسمع كلامي؟ ممكن تسمع ردي اذا سمحت لي يا ابو. تفضل. ممكن اتكلم كلمه واحده بس؟ لا انا برد عليك وبعدين تتكلم اذا سمحت لي يا اخي. نعم تفضل. عشان نسمع البعض. احنا لازم نفهم بعض يا اخي. هو احيانا في سوء فهم. يمكن كلامك صح انت، خلينا نقول رايي، يمكن تعطيني راي انت احسن. يا استاذ ابو عبد الوهاب تسمعني؟ اسمعك. يمكن تعطيني راي استفيد منك انا. قول رايك يا اخي. سيدنا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، ورضى الله عنه، وعسى الله يحشرنا حد ومعاه ان شاء الله. زين ممكن تسمع بس. خلني اقول لان هذه قضيه دينيه. انا قاعد اتكلم عشان توضيح فيها، عشان اوضح لك يا ابو عبد الوهاب. بعدين هذه عقيدتي، انا ما اقبل ان احد، هذه عقيدتي انا اقول لك عنها، مو تقول لي فلان وفلان. انا اعلمك. سيدنا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وارضاه، هو امام المسلمين ببيعه شرعيه، وكل الصحابه كانوا معه. سيدنا الامام علي بن ابي طالب، احنا ما نبي نخوض بالايام الفتنه، ولكن خرج عليه سيدنا معاويه بن ابي سفيان، فالحق يا اخي خرج عليه. هذا الباطل يا دكتور. اسمع انت تسمعني الحين. ما انت ممكن تسمعني يا اخي. اقول لك سيدنا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه خرج عليه سيدنا معاويه. انا ما قلت في سيدنا معاويه شيء، اقول نعم فيه. انا احب سيدنا معاويه لكن احب سيدنا علي قبله. اسمع ممكن تسمعني عشان اعلمك القصه يا اخي. هذه قضيه دينيه، تبي اشرح لك ولا لا؟ انت عالم بالشريعه يا اخي. لا ابو عبد الوهاب قضيه دينيه، انا بعلمك. هذه عقيدتي، انا اعلمك عقيدتي. تفضل. هذه عقيدتي يا اخي، اقول لك على العقيده. هذه عقيدتي ان سيدنا الامام علي بن ابي طالب هو على الحق، وسيدنا معاويه بن ابي سفيان جانب الحق وجانب الصواب، وخرج على الامام الحق بغير حق، باجتهاد منه. قد يعذر في اجتهاده ولكن هو اخطا. الحق مع سيدنا علي بن اجل، مو على باطل. يحارب سيدنا علي مو على باطل. جانب على الصواب. انا ما اقول لك هذول ما قلت. انا قاعد اقول لك على الحق مع يا اخي. هذه عقيده يا اخي، هذه عقيده يا اخي. انا مع سيدنا علي بن ابي طالب وكل المسلمين. سيدنا علي بن ابي طالب هو امام الامه. سيدنا علي اخذها بالبيعه الشرعيه يا اخي. سيدنا معاويه بن ابي سفيان خرج على الامام الحق بغير حق، باجتهاد منه. العلماء يقولون اجتهد. كلمه واحده خلت لكن الحق مع سيدنا علي بن ابي طالب. الحق يدور معه حيث دار. لو سمحت سيدنا علي بن ابي طالب على الحق. نعم استاذ مانع. هذه قضيه يا اخي، عقيدتي ما لها علاقه بالشيعه، هذه علاقه لي انا. استاذ مانع تفضل ابو عبد الوهاب. وضح. هل نحن افهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت مو فاهمني يا اخي. هل يبشر رجل على يا اخي؟ انت دخلت موضوع ثاني، انت هذا مو فاهمه. لا انت تقول انت الحين انا شيعي يا اخي، بيحاربني الطائفيه. انا سني يا اخي، هذه عقيدتي السنيه. روح اسال علمائك يا اخي، عندك امام مسجد روح اساله يا اخي. هذه عقيده يا اخي. انا اؤمن بان الحق مع سيدنا علي بن ابي طالب يا اخي، هذا جزء من عقيدتي. اغير عقيدتي انا، الحق مو مع علي مو معاويه يا اخي. لا تدخلنا القضيه يا اخي. ما اختلف، انا مع سيدنا علي بن ابي طالب يا اخي، هذه عقيده. ما تدش بعقيدتي يا اخي. احنا الناس السنه والجماعه ما عندنا علماء يا اخي. روح اسال انت، روح اسال علماء المسجد يعلمونك. روح اسال الشيخ مسجد. الله شوف، الله يرحم والديك يا اخي. هذه عقيده يا اخي. سيدنا علي بن ابي طالب على الحق، واهل السنه يقولون ذلك. بيض الله وجهك. خلي نفعك هالكلام.
شوف فعلا طالع شوف. نعم ابو عبد ليه الوهاب. عندكم دولة لا انتم؟ لا لو سمحت لو سمحت. تغير عقيدتي انا نعم، عشانه. اشكر الاخ عبد الوهاب. والله ناس غريبة يا اخي. عقيدتي غيرها. نعم. غير سالفة هذا. كل واحد يمشي على رايه. هذه عقيدتي انا يا اخي. عقيدتي ان سيدنا علي بن ابي طالب على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدور مع الحق حيث دار. وعقيدتي هذه عقيدة السلف. سيدنا معاوية بن ابي سفيان مخطئ. والناس قاعد تقول هالشكل. اجتهد واخطأ يا اخي. شنو هذا مع معاوية؟ مؤدب انا مع سيدنا معاوية. اقول سيدنا معاوية ما قلت شيء انا. ولا انكر صحابي انه صحابي. لكن سيدنا علي بن ابي طالب هو اولى يا اخي. في العالم هذا فيها شيء يا اخي. نعم. هذا بيثبت انك انت مو وش اسمه. هذا عقيدة يا اخي. بعدين اللي يسأل يا اخي يسأل يفهم. ما يسأل ما يعرف الدين ولا يعرف شيء. وما قلت انا هي شاهدت فيها انا. يا رجل اتهم الحين حط شيعي خلاص عشان انا احب علي. يا اخي احب علي انا واحب ال البيت واللي ما يرضى لا يرضى. غصبا عليك ما احبهم واحب الصحابه. نعم. واللي ما يرضى لا يرضى. نعم استاذ مانع. انا احب علي واحب ال البيت واحب سيدنا الامام جعفر الصادق واللي ما يرضى لا يرضى. والله لا يرضى ولا بيك ترضى. انا مو احب ال البيت انا اتبارك فيهم. هذه كاميرا. انا اتقرب الى الله بحبهم. هذه كاميرتك استاذ مانع. انا اتقرب الله يقول لك شنو؟ لو عاد يوم القيامه انا اواجه ربي اقول انا احب ال البيت وانت يا ابو عبد الوهاب روح قول حب اللي تحب. يا اخي ده شوف العقيده. يا اخي انا احب ال البيت صرت شيعي. كل مسلم لازم يحب ال البيت. هذه عقيدتي شلون اسوي انا اغير عقيدتي؟ انا انسان احب ال البيت. وان كنت اعتز بالائمه الاعلام الذين رفع عنهم الملام مالك واحمد وابي حنيفه والشافعي القائل يا ال بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله يكفيكم من عظيم القدر انكم من لم يصلي عليكم لا صلاته. اللهم صل على محمد وال محمد. شو القصه هذه؟ انا احب ال البيت واتبارك في ال البيت واحب الصحابه وانتم ايش فيكم؟ فيكم بلاء. بيعلمني العقيده هذا عبد الوهاب. نعم يعني اكيد يعني وجه الاخ ابو عبد الوهاب يروح يسال شيخ دين يا اخي. انا اقول يروح يسال شيخ فقه يعني عقيده يا اخي. هذه عقيدتي. بعدين الانسان عقيدتي هذا ما اقدر. انا ما اقدر. انا احب ال البيت اتبارك فيه وما اقدر تغير عقيدتي على شنو تغيرها؟ انت ماجستير في الفقه؟ يا اخي انا ماجستير في الفقه والقانون. انا ما ابي التفاصيل. هذه عقيدتي حتى بدون ماجستير وبدون دكتوراه. انا عقيدتي احب ال البيت يا اخي. من حياتي انا احب ال البيت. كل المسلمين كيف عاد ما يحب؟ هذا مو مشكلته. ما غصبته انا احب سيدنا علي بن ابي طالب. بس هو مو عشان الشيعة يا اخي. انا عشان الله عشان ادخل الجنه. انا اتبارك فيهم يا اخي. حب ال البيت يا اخي. شنو هذا؟ قلة ادب يا اخي مع ال البيت. يقول لك هذا اخطا وما اخطا. تقول سيدنا علي على الحق يقول لك لا ذاك ما اخطا. بس احنا ما نبي نثير الامورات كذا. ايضا التنويه يعني والله العظيم قدام الامام علي والله ما يستحون يا اخي. اتصالات المشاركه في الحلقه طرش حرف الرقم الظاهره على يمين الشاشه 98944 من خطوط زين 1481 من خطوط الوطنيه. خلاص عقيدتك قال شيء 5566 يا اخي. عقيدتي هذه عقيدتي. انا احب البيت ما له علاقه بالشيعه. ما اعرف الشيعه. لا اله الا الله يا اخي.